ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ مع بعض اقوى روتين. الفيديو ده تكمله للفيديو اللي فات، بس انا مرضتش انزله عشان وقت الفيديو كان هيبقى طويل جدا، فقلت انزله على مرتين. هنطبق المفروشات الشتوي وهندردش مع بعض شويه. صراحه اكتر حاجه شغلاني الايام دي هو فضل الايام الجميله اللي هتهل علينا بخير ان شاء الله. العشر من ذي الحجه وربنا اقسم بيهم في القران الكريم في سوره الفجر. انا بحس انهم فرصه من ربنا لكل اللي كان مقصر في رمضان او فاتته ليله القدر او ما كانش على قدر عالي من العباده او ما اجتهدش في الدعاء او في العباده. العشر ايام دولت بحسها فرصه كبيره. يا عالم هنشهد رمضان القادم او لا، ويا عالم هنشهد كمان العشر دولت العام الجاي ولا لا. وافضل يوم في العشر ايام دولت هو يوم عرفه، فهو من اعظم ايام الدنيا. فبحس ان دي فرصه من ربنا، خساره ان احنا نضيعها من ايدينا، وخصوصا ان في ليله القدر يتنزل الملائكه ومعاها سيدنا جبريل. اما في يوم وقفه عرفات فربنا هو اللي بيتنزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته. دي في حد ذاتها يا بنات فرصه كبيره قوي ان احنا ندعي فيها ربنا انه لو لا قدر الله لم يغفر لنا وجعلنا من المعتوقين من النيران في رمضان، انه يعتقنا يا رب في اليوم العظيم ده. وندعي ربنا كتير قوي من قلبنا اننا نكون على جبل عرفات يا رب مع الملبيين العام اللي جاي يا رب، اللهم امين. فرصه لكل غافل، وانا بذكر نفسي قبلكم يا بنات ان ربنا غفور رحيم. انسوا كل تقصيرك في حق ربنا الايام اللي فاتت دي، ونبدا ان شاء الله من دلوقتي حالا. داخل علينا ايام عظيمه جدا لازم نستغلها صح. العمل الصالح في الايام دي افضل من اي يوم تاني في باقي ايام السنه، لان العمل مضاعف فيها. فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني المفروض احنا ما نظلمش نفسنا بذنب. كل اللي نعمله هو حسنات، ونكتر من الحسنات في الايام دي بالذات. الاشهر الحرم دي لها قدسيتها عند ربنا، وخصوصا العشر ايام اللي ربنا اقسم بيهم، والفجر وليال عشر. ربنا بما انه اقسم بحاجه فمعنى كده انه قدرها عالي جدا عنده، ولازم ان احنا نعظمها لانه اكيد مقدسه عند ربنا ولها حرمتها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال حرمتها باقيه الى يوم الدين. الاربع شهور دولت اللي هم ذي القعده وذي الحجه ومحرم ورجب، المعصيه فيها مضاعفه والاجور فيها مضاعفه. طب ليه اظلم نفسي فيها؟ طب ليه ان انا اعمل فيها سيئات؟ ما كل اللي انا اعمله حسنات وبس. وبما ان الحسنه بعشر امثالها فانا ممكن اجمع ملايين الحسنات وانا قاعده. وهقولك تعملي كده ازاي، وازاي نستغل وقتنا، وازاي ننظم نفسنا في الايام دي. ده كله كوم، ويوم عرفه ده كوم تاني خالص هنتكلم عليه لوحده. سامحوني لو كلامي متلخبط او مش مترتب، لان انا مش مفوهه قوي في الموضوع ده، ومش يعني داعيه اسلاميه ولا حاجه، بس انا بقول لكم الكلام اللي انا عارفاه والكلام اللي انا حاساه وخارج من قلبي بخصوص الاشهر دي والعشر ايام وكمان يوم عرفه. نشجع بعض، وكمان نعمل مع بعض خطه او جدول نمشي عليه، ونستغل الخير اللي في الايام دي، وازاي نفوز بالخير ده، وازاي كمان ننظم وقتنا، ونعمل ايه من دلوقتي لحد يوم عرفه. يوم عرفه ده صيامه مش بس بيكفر سنه ماضيه وسنه مقبله، لا ده كمان الدعوه فيه مستجاب. الصحابه والسلف الصالح كانوا بيدخروا الدعوات بتاعتهم لليوم ده، يعني كانوا بيحوشوا كل الدعوات بتاعت السنه لحد يوم عرفه. فرصه بقى انت خارجه من رمضان معاكي لستة الادعيه بتاعتك، اقعدي يوم عرفه وقوليها كلها وجهزيها من دلوقتي. يبقى احنا لسه العشر ايام ما بدأوش، فاحنا عايزين نبداهم صح ونعرف هنعمل ايه. اول حاجه لازم نعملها هي الصلاه على اوقاتها. الاذان اذن، سيب اللي في ايدك وقومي صلي. تاني حاجه سنن الرواتب وسنن النوافل والاذكار وقراءه القران. يعني ايه سنن الرواتب ويعني ايه سنن النوافل؟ النوافل دي هي اي صلاة غير صلاة الفرض، وصلاة النوافل دي بتكون تابعة للفرض، والنوافل دي بتسمى رواتب يعني مرتبة على الخمس صلوات. وهم كام ركعة؟ 12 ركعة، 2 قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان على طول، و4 ركعات قبل الظهر، و2 بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. ودي اسمها نوافل مؤكدة. الغير مؤكدة بقى 4 ركعات قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء. صلاة الوتر دي من النوافل المؤكدة. احنا كده عرفنا النوافل والرواتب. في نوع تاني اسمه السنن المطلقة، اللي بتبقى الصلاة اللي بين المغرب والعشاء، اللي صلاة الضحى، اللي دي اسمها سنن مطلقة. اما السنن الرواتب والنوافل عرفناها وقلنا عليها. اجرهم وثوابهم في الايام العاديه ان اللي بيحافظ على صلاه 12 ركعه في اليوم ربنا بيبني له بيت في الجنه. طيب في الايام بقى اللي الاجور فيها مضاعفه، اكيد الاجر بتاعهم مضاعف، فاحنا لازم هنحافظ عليهم على الاقل في الايام المفترجه دي. فلو انت مش منتظمه في صلاه النوافل فلازم تتعلمي تلتزمي بيهم، خصوصا في الاشهر اللي مضاعف فيها الاجر. خساره كبيره في حق ربنا وفي حق انفسنا ان احنا ما نعينش انفسنا على كثره السجود، او اننا نجتهد قدر المستطاع على اننا نضاعف الاجر او نضاعف الاجور فيها، عشان احنا محتاجين. احنا اللي محتاجين، مش ربنا اللي محتاج لنا.
احنا اللي محتاجين للأجور دي، ربنا في غنى عن عبادتنا. يبقى احنا قلنا الصلاة على أوقاتها والسنن، وبعد كده الأذكار بقى ده بحر واسع جدا، في أذكار كتيرة جدا لا حصر لها، كل ذكر فيهم طبعا له مذاقه الخاص وله فضله العظيم، وكل ذكر وله أجره الكبير عند ربنا. فاحنا لازم نرتبهم على حسب الأولوية وعلى حسب قدر الأجر لكل ذكر فيهم، لازم نرتبهم على مدار اليوم. يعني مثلا ما بين الظهر والعصر هقول سبحان الله والحمد لله، ما بين العصر والمغرب هقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هرتبهم على مدار اليوم واكون مقسمة نفسي، وانا طالعة السلم هقول سبحان الله، وانا نازلة السلم هقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم نقسم وقتنا خصوصا في الذكر عشان ما نمسكش ذكر ونهجر ذكر تاني. عشان كده لازم يكون في معادلة ما بين الأذكار كلها خصوصا في الفترة دي. ده غير يوم عرفة لذكر معين هنقوله لما نيجي عند الكلام عن يوم عرفة. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتهليل والتحميد كمان أحب الكلام إلى الله، اللي هم البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركز عليهم بالإضافة لأذكار الصباح والمساء، هنأكد عليهم على الأقل كل ذكر من ده 100 مرة إذا ما كانش أكتر كمان. يعني اليوم يجيب معانا أكتر من كده. طول ما أنا بشتغل في المطبخ سبحان الله، بين المغرب والعشاء الحمد لله، بين الظهر والعصر لا إله إلا الله، طول النهار لساني ذكر ذكر ذكر. طبعا ده غير الصلاة على الرسول بالصيغة الإبراهيمية جميلة جدا، اللي هي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقضاء الحاجات اسمعوا فيديوهات عنها كتير على اليوتيوب هتستفادوا جدا، التزموا بها خصوصا في الأيام دي. وكل شوية هأكد عليكم الأجور مضاعفة، الأجور مضاعفة، والله العظيم بحسها هدية كبيرة جدا من ربنا لنا الأيام دي. تخيلي تعملي حسنة والحسنة ب10 أمثال في الأيام العادية، فما بالك بقى في الأيام اللي الأجور فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة. الاستغفار من الحاجات اللي لازم يكون لها نصيب معانا، والذكر اللي لازم يكون على لساننا وما يعديش يوم غير واحنا بنقوله. والاستغفار كمان مش بس استغفار، ده احنا كمان نستحضر القلب وكمان نستغفر ونتوب ربنا من الذنوب والمعاصي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب، اللهم إني أستغفرك من كل الذنوب والمعاصي يا رب وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك يا رب من كل الذنوب والمعاصي، دقها وجلها وكبيرها وصغيرها، ما علمت منه وما لم أعلم، ما أعلنت منه وما أسررت. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الذكر ده بيخليكي تاخدي أجر عدد كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من يوم ما ربنا خلق سيدنا آدم وخلق البشرية جميعا. اجتهدي في الذكر وشوفي الأذكار المحببة إلى قلبك وإلى الله سبحانه وتعالى وقوليها، وزي ما قلت لك نظمي وقتك فيها. بعد كده قراءة القرآن يا بنات، قراءة القرآن دي لها أجر عظيم جدا. ربنا بيقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثال. يعني لو جينا مثلا نشوف سورة الفاتحة ديت عدد آياتها 7، وعدد الكلمات اللي فيها 29 كلمة، وعدد الحروف 143 حرف. يعني احنا مثلا لو قلنا 143 حرف في 10 ب1430 حسنة، ده لو قرأنا الفاتحة في المرة الواحدة بس. طب احنا دلوقتي بنقرأ سورة الفاتحة في اليوم 17 مرة في صلاة الفريضة بس، هنضرب 1430 حسنة في 17 ركعة فريضة، هيكون الناتج 24310 حسنة. ده لو قرأنا سورة الفاتحة 17 مرة في الفروض بس، لا حسبنا نوافل ولا حسبنا كمان أجر الصور اللي بنقرأها مع سورة الفاتحة. عرفتوا ان احنا ممكن نجمع في اليوم 1,000,000 حسنة واحنا مش حاسين. أصحاب الهمم العالية هيختموا في ال10 أيام دولت ختمة قرآن، وفي اللي هيختم أكتر وفي اللي هيختم أقل. هاتي على قدك، هاتي على حسب المتاح عندك. لو هتختمي أقل شيء في اليوم جزء واحد بس، والله مش قادرة ومش عارفة وبتشتغلي ومش بتقعدي، على الأقل اختمي سماعي. يعني طول ما انت بتشتغلي في البيت شغلي القرآن جنبك ورددي مع المقرئ. خامس حاجة بقى وهي الصوم. انه صيام الأيام ديت
طبعا زي ما قلنا الاجر والثواب مضاعف، فاحنا بنعمل كل الحسنات وكل الحاجات اللي ممكن ناخد بها حسنات والحسنات تكون مضاعفة. سادس حاجة وهي الصدقة، تصدقي في الايام ديت لان اجرها طبعا مضاعف زي ما قلت لك. سابع حاجة صلة الرحم، شوفي حد من الاهل من الاقارب، حد من صحابك ما اتكلمتوش من فترة، حد انت مقصرة في السؤال عليه، اسألي عنه. اجر طبعا الموضوع ده مضاعف. وكمان صلة الرحم بتقف يوم القيامة على الصراط وتقول اللهم اصل من وصلني واقطع من قطعني. الحاجات اللي هنبعد عنها بقى الغيبة والنميمة والكلام على حد مضايقنا. عارفه ان انت هتتكلمي مكالمه مع حد هيجيب سيره حد تالت او طرف تالت، هنقسم في المكالمه دي، هنشيل ذنب، هنغتاب حد. بلاش المكالمه احسن، وخصوصا الايام اللي السيئات فيها مضاعفه. بما ان الحسنات مضاعفه يا بنات، فاحنا ممكن نستغفر لكل اللي لهم حق علينا، يعني اللي اغتبناهم اتكلمنا عليهم لهم حق دنيوي عندنا. احنا قلنا الاستغفار بالصيغه دي في اول الفيديو، بس عاوزه اقولك ان معناه ايه، او ان انت تستحضري النيه فيه بايه، بان انت تستغفري لكل اللي احنا اغتبناهم او لكل اصحاب الحقوق علينا. وممكن كمان ان انت تتصدقي لهم، يعني وانت بتتصدقي لنفسك تتصدقي او تعددي النوايا، ان كمان يا رب انا بتصدق بالصدقه ديت اجرها وثوابها ليا ولوالديا وكمان لاصحاب الحقوق عليا. اصحاب الحقوق علينا دولت كتير، يعني اكيد هنيجي يوم القيامه حسنات احنا كنا غفلانين عنها، وحسنات احنا نسيناها، سيئات قصدي احنا نسيناها اصلا. فلما هنيجي بقى يوم القيامه نلاقوهم بياخدوا من حسناتنا، فاحنا نكون عندنا محصله لهم. احنا استغفرنا لكم، تصدقنا لكم. اصحاب يعني الحقوق بتاعت العباد لا تسقط ابدا. ممكن حق ربنا عندنا يسقط بالاستغفار او بالتوبه، انما الحقوق بتاعت العباد مش هتسقط عننا ابدا، الا في حاله اننا نستسمحهم في الدنيا، ودي بتبقى صعبه جدا. انما يوم القيامه هيكون لهم حق عندنا. مش عاوزين نكون في الوقت ده من المفلسين، جئنا بصلاه وصيام وصدقه وبر وكثير من افعال الخير، بس في الاخر كل ده طار من حصائد ألسنتنا. طب عملنا كده وندمنا وتوبنا، يبقى لازم نستغفر لهم ونتصدق لهم عشان يكون في محصلة لهم وما ياخدوش من حسنات، ويبقى الحسنات اللي عملناها كلها من أفعال الخير تطير كلها حقوق للعباد. فاحنا لازم نعمل حساب حقوق العباد اللي علينا في الاستغفار وفي الصدقات. ايه اللي المفروض نعمله من دلوقتي؟ اهم حاجة هو استحضار النية. انوي ان انت تحجي حتى لو انت مش على جبل عرفات دلوقتي، انوي ان انت تحجي حتى لو انت مفيش مقدرة ان انت تروحي السنة دي. انوي بقلبك، لبي مع الحجيج حتى وانت في بيتك، وربنا رب قلوب، وان شاء الله ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، عاجلا وليس آجلا يا رب. تاني حاجة بقى هتجهزيها قبل ما ال10 ايام دول يجوا، هو لستة الأدعية اللي انت كنت مجهزاها في رمضان. جهزيها وهتبدأي بيها من أول يوم من ال10 ايام. ليه هبدأ من أول يوم مش يوم عرفات بس؟ عشان احنا هنكون صايمين، والكل صائم دعوة مستجابة، لعل وعسى دعوة من الدعوات دي تستجاب لكي في يوم من أيام الصيام دول. إن شاء الله نتمنى الاستجابة من ربنا لكل دعواتنا يا رب. جهزي كل الأمنيات اللي نفسك تتحقق، وادعي ربنا بيها، وادعي لأولادك، وادعي لزوجك، وادعي لأحبابك وأهلك وأصحابك. ادعي بكل اللي نفسك يتحقق. ما تنسيش اخواتك في الدعاء، وادعي لهم وادعي لازواجهم ولاولادهم بالهدى وبصلاح الحال. مش هننسى الدعوه لوالدينا كمان، وكمان لاصحاب الحقوق علينا ما ننساهمش في الدعاء. وخصوصا يوم عرفات نكثف في الدعاء، لان هو يوم استجابه الدعاء اصلا. وزي ما قلت لك الصحابه والسلف الصالح كانوا بيدخروا الدعوات لليوم ده، وهو اسرع يوم في استجابه الدعاء هو يوم عرفات. ان شاء الله هنكون صايمين وملبيين بقلوبنا مع الحجيج، وباذن الله ربنا يستجاب لدعائنا في هذا اليوم المبارك يا رب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ردوا دي كتير مع الأدعية اللي انت نفسك تتحقق يوم عرفات. وكمان قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا رب. اللهم لا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد أصلحت حالنا وقويت إيماننا وأسعدت حياتنا وحققت ما في خواطرنا، إنك على كل شيء قدير يا رب. اللهم اجمع قلوبنا على حبك، واجمع جوارحنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك، ولا تحرمنا عفوك ورحمتك، ولا تحرمنا رؤيتك يا رب. الموضوع سهل وديننا سهل جدا والله، بس احنا مشكلتنا في الغفلة وطول الأمل، فلولا طول الأمل ما خاب العمل. سامحوني لو الكلام طال معايا في الفيديو عن الموضوع ده، بس أنا لو فضلت أيام وأيام أتكلم عن الموضوع ده مش هزهق أبدا ولا همل. إن شاء الله نلتزم بفعل الخيرات ومضاعفة الحسنات، ونسعى جاهدين إن احنا نطلب من
ربنا ان هو يجعلنا من المغفور لهم والمعتقون من النيران، وان هو يباهي بين الملائكه زي ما بيباهي الحجيج اللي واقفين على جبل عرفات الملائكه. ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويشملنا كده بالرحمه والمغفره معاهم حتى لو احنا ما كناش واقفين معاهم. فاحنا مستحضرين النيه، ودايما قولي كريم رسول الله والله اكرمه، فهل فقير بين الكريمان يحرمه. اعملها ورد ليكي كل يوم، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك الحج السنه الجايه يا رب. اللهم امين، واحنا جميعا يا رب، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. لحد هنا بقى انا كنت خزنت كل المفروشات الشتوي بتاعتي في دولاب الضيوف، هي والهدوم زي ما انتم شايفين خزنتها في الاكياس، وعملت لها اكياس الحفظ دي اللي عملناها مع بعض الفيديو اللي فات. لو ما كنتيش سمعت الفيديو اللي فات اسمعيها، تستفادوا منه جدا. في وصفات جميله قوي ان انت تخزني بها الهدوم من السنه للسنه، مش هيجرى لها اي حاجه، وكلها مكونات طبيعيه موجوده في مطبخك. لحد هنا انا كنت خلصت الفيديو ده كان خفيف على قلبي جدا، عشان انا اتكلمت فيه في اكتر موضوع شاغل بالي واكتر موضوع انا بحب اتكلم فيه. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبك زي ما هو كان خفيف عليا كده، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير.